عايزين نتكلم عن التريس ار تي والفرق ما بينه وما بين البينج في الآلية وطريقة الكودينج. هو مكتوب ازاي كبرمجيا وبيشتغل ازاي وليه بطيء لما باجي استخدم التريس ار تي في حين ان البينج بيكون سريع، وهل اقدر اخليه سريع ولا لا؟ طيب علشان نجاوب على النقطة دي لازم نعرف ان التريس والبينج الاتنين بيعتمدوا على نفس العيلة من البروتوكولات اللي هي الاي سي ام بي. الفرق ان الاي سي ام بي بتاع البينج بيبعت حاجة اسمها اي سي ام بي ايكو ريكوست يترد عليه باي سي ام بي ايكو ريبلاي، وبالتالي انا بعرف البينج وبستخدم البينج عليه علشان خاطر اعرف يعني مش هقول بقى اقصر مسار، اقدر يعني هقول سرعه الانترنت، ماشي، هقول السرعه بتاعه الانترنت، قدرت اوصل لل للسيرفر اللي انا بتارجته خلال سرعه ازاي. يعني مثلا هبنك على جوجل دوت كوم، كنا قلنا ان انا لما بعمل كده باي ديفولت بيبعت 4 مرات وال 32 بايت، والتايم ده اللي هو من الوقت اللي الباكت خدته من جهازي للسيرفر والسيرفر رد عليا. يعني انا دلوقتي كده جالي رد خلال 8 ملي سكند، يعني خلال 4 ملي سكند انا رحت وجوجل رد عليا في خلال 4 ملي سكند. يبقى انا كده قدرت اعرف ايه السرعه 8 ملي سكند. جميل. طيب التايم تو ليف هنا ده ما بيمثلش الطريق اللي انا واخده، لا ده بيمثل السيرفر اللي انا مبنج عليه وهو جاي لي يعني الطريق وهو جاي لي خد طريق قد ايه. يعني من الاخر لو ده معمول باي ديفولت على جوجل اللي هو يكون 128، يبقى وهو جاي لي يبقى واخد تقريبا 10 هبس. وقلنا علشان خاطر البينج يكون سريع ممكن اغير فيه ازاي، اقول له مثلا هنخلي العدد بتاعه يكون 2 مثلا، هنعمل الاي بي فيرجن 4 والعدد بدل ما يكون 4 يكونوا 2، ومش هنخلي وقت الانتظار يكون اكتر من مثلا 100 ملي سكند. تمام. وقلنا بقى لو عايزين نغير في الباكت ولا حاجه بنعمل كده مثلا، بس انا يعني دي مش هتسرع ولا حاجه، بس ايه كده. تمام. جوجل دوت كوم. اتمنى ان انا ما كنتش نسيت حاجه في الكوماند ده، بس دي حاجه ايه اللي هو الزمنيا وايه وعدد المرات اللي بيرد عليا. طب هل التريس ار تي يعني ممكن اسرعه؟ احنا طبعا لسه قايلين ان التريس ار تي بيستخدم برضو الاي سي ام بي، بس ما قلناش هو بيعتمد على ايه. الاي سي ام بي بيعتمد على ان هو بيبعت فعلا باكيت اي سي ام بي ريكوست عادي جدا، ولكن بيعتمد على تحليل الاجابات اللي بتجيله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيعتمد على الاي سي ام بي ايرور مسج. ليه؟ لان هو بيطلع الباكت الرساله ديت زي البينج كده بالظبط، بس بيحط البينج، خلينا نقول زي ما قلنا داش 4 وداش ان يطلع ب2 مثلا. جميل. او بلاش ديت يعني، او خلينا نقولها علشان خاطر نوضحها فين في التريس ار تي برضه. داش خلينا نكتبها 4 وخلاص مش مشكله. وهنقول احنا كنا بنقول ان الداش، خلينا نقول جوجل دوت كوم، وبعد كده بنقول داش اي، وهنا بنحط الباكت بواحد او 2 او 3. جميل. لا انا هحطها دلوقتي بواحد. هيجي لي ايه؟ هيجي لي التايم تو ليف اكسبايرد ان ترانزيت. تمام. طب لما بحطها باتنين برضه هيجي لي اكسبايرد ان ترانزيت. طب يعني ايه اكسبايرد ان ترانزيت دي؟ وجايه لي من اي راوتر اساسا في السكه. انا دلوقتي وانا رايح اكيد يعني على الاقل وانا راجع جوجل جايه لي في خلال 10 رواتر، يبقى على الاقل هكون وانا رايح هيكون نفس الكلام، هيكون 10. ممكن يزيدوا ممكن يقلوا، ده وارد جدا. ليه؟ لان اكيد مليون المية الطريق اللي انا رايحه ممكن وانا يكون مثلا اتجاه واحد زي ما قلنا، وعلشان خاطر السيرفر اللي هناك اللي يرد عليا لازم ياخد طريق، يلف وياخد الطريق اللي من الظهر وبعد كده ايه ياخد المخرج ويجي لي. طيب اولا كده التريس ار تي انا ممكن اعمله كده برضو، داش 4 يستخدم الاي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. هنستخدم ال 4 دلوقتي. طيب الداش ان ده العدد الباكيتات هو رقم 2، او زي ما قلنا هنا عملناها 2 جت 2. طيب هل اقدر اتحكم في الباكيت بتاعت التريس ار تي؟ انا ممكن اخليها مثلا يستخدم لي داش اتش عدد الهبس اللي هيعملها وليكن مثلا 3. جميل. وهقول له مثلا خلينا نعمل كده، وخلينا نعمل داش دبليو. تمام. احنا ما كتبناش هنا داش دبليو بس اوكي، احنا كلنا عارفين ان الكوماند ده المفروض يكون مثلا 100. وهعمل برضو جوجل دوت كوم. لما اجي اعمل انتر انا عملت ايه؟ عدد الهبس يكونوا 3، وهنا انا كنت بعمل عدد الهبس يكون 2. صح؟ خلينا نيجي كده اهو البينج ده اللي انا عملته
اداني ايه 2 ريبلاي، صح؟ هنا برضو بالظبط الداش اتش 3 المفروض هيديني هنا كام؟ هيديني برضو 3 ريبلاي. طيب اولا الهابس دهيت بتكون باي ديفولت 30 في التريس ار تي. طيب هل اقدر ازودها؟ اقدر اقللها. الهابس دهيت اقدر اخليها نفس بس مش نفس الان هنا، نفس الاي هنا بخليها من 1 لغايه 255. يعني هنا اذا جيت هقدر اخليها 255، لو خليتها 256 هيقول لي باد فاليو في الاتش. يعني هنا اقدر اخليها كام؟ من 1 لغايه 255، وكده هيمشي لي ايه المسار كله. تمام. هي باي ديفولت بتكون كام؟ باي ديفولت بتكون 30. تمام. طيب ده علشان خاطر اسرع، وعلشان برضو اسرع اكتر في حته تانية زياده بقدر اكتبها اللي هي داش دي. ايه دي داش دي؟ داش دي اللي هي بيمنع لي الدي ان اس. يعني هنا شايفين جايبين جايب لي في التريس ار تي اللي فات جايب لي الاي بي ادرس ومعاه الدي ان اس ريزولف. ده مين؟ انا هقول له هنا ايه؟ شايفين الفرق؟ جاب الاي بي وما قاليش ده مين. هنا جاب ريكوست تايمد اوت، وهنا شايفين بقت السرعه بتاعته سريعه ازاي. الدي ان اس ريزولف ده يعني لوحده يعني بيسرع الدنيا مثلا 5 مرات على الاقل. تمام. طبعا هيختلف من وقت للتاني ومن راوتر للتاني، بس الداش دي دهيت بتسرع التريس ار تي جدا. طيب احنا كده اتكلمنا عن ان التريس كومبليت عند 8، واحنا كنا قايلين ان احنا رايحين من خلال البينج على جوجل، وهو جاي لنا من خلال 10 رواتر او 10 هابس، واحنا رايحين من خلال 10 هابس. جميل كده. طيب قلنا برضو ان دلوقتي انا لما عملت الاي بتساوي 1 جاب لي الاكسبيرد ان ترانزيت، ولما عملتها ب2 جاب لي اكسبيرد ان ترانزيت. طب تريس ار تي اساسا بيشتغل ازاي؟ التريس ار تي احنا قلنا ان هو بيبعت اي سي ام بي برضه، بس بيعتمد على الاي سي ام بي ايرور مسج علشان خاطر يكتب لي كل هب بتيجي هنا. تمام. طيب خلينا نوضح الحته ديت عشان هي دي الزتونه بتاعت التريس ار تي. اولا انا اذا جيت هنا في التريس ار تي هل هقدر اقول له داش اي واحط له واحد بس؟ هيقول لي انت بتعمل ايه؟ انا اساسا الكود البروجرامنج بتاعي في حاجه زي الفور لوب، انا بستخدم الاي دي مره تساوي 1 مره تساوي 2 لغايه ال 255. ده الفور لوب بتاعي. اللي انت عملته ده غلط، روح راجع شبكات وتعالى. فبالتالي انا ما اقدرش اكتب الكوماند ده هنا، اقدر اكتبه في البينج انما ما اقدرش اكتبه في التريس ار تي. طيب هنا خلينا نرجع لهنا تاني. هنا ايه اللي بيحصل؟ وعايزكم تركزوا معايا في النقطتين دهمت، اللي هو تحت ديت اللي هو الداش اي بيساوي 1 وداش اي بيساوي 2، عشان هي دي الفكره بالظبط اللي التريس ار تي بيشتغل فيها. انا دلوقتي عندي الجهاز بتاعي اللي في البيت وانا قاعد، انا عايز ابعت الباكيت تريس ار تي على جوجل، وبالتالي هو بيعدي على الراوتر بتاع البيت مثلا. جميل. انا رايح كده، التريس ار تي بيعمل ايه؟ بيطلع الباكيت اللي هي تايم تو ليف بتساوي 1. جميل. طيب الراوتر ده هياخدها وهيشيل 1، يجي يبعت الباكيت هيلاقي التايم تو ليف ده بقى بكام؟ بقى بصفر. بقى بصفر. يقول له بس استنى عندك، ما ينفعش. يقوم جاي يبعت الراوتر ده رساله فيها اي سي ام بي ايرور مسج، يقول فيها للجهاز بتاعي ده ايه؟ والله انت فلان الفلاني. انا بيعرف عن نفسه الاول، بيحط الاي بي سورس اللي هو ده وبيحط الاي بي ديستنيشن اللي هو ده، بيقول له انا فلان الفلاني وانا رايح لفلان الفلاني. ما هو اي باكت هتتكريت بيتحط فيها الاي بي هيدر، بيبقى فيها السورس والديستنيشن اللي رايح له، وياخد جزء من الباكت اللي الجهاز ده كان باعتها يحطها فين؟ في الباكت بتاعته. هي بتبقى حوالي 28 بايت. تمام. والفكره بيبقى بياخد فيها مثلا 20 بايت و8 و8 بايت في الاخر كده. الفكره ان هو ايه؟ بياخد 20 بايت دهوت ليه؟ علشان خاطر يقول للجهاز ده انت فلان الفلاني وكنت رايح لفلان الفلاني. انت الفلان الفلاني ده هو اللي هو الاي بي ادرس كمان مره يعني، وبيقول له انت كنت رايح للمكان ده اللي هو مثلا وليكن السيرفر بتاع جوجل، بس للاسف انا ما قدرتش اخرجك علشان خاطر قيمه التايم تو ليف بتاعتك بقت بصفر، وانا ما ينفعش ابعت حاجه قيمتها صفر من عندي. تمام. والثمانيه دي ايه لازمتها؟ الثمانيه دي لازمتها ان هو بيبقى حاطط حاجتين مهمين جدا. اول حاجه الاي دي بتاع الباكت زائد السيكونس نمبر. السيكونس نمبر ده اللي هو ايه؟ شايفين هنا التريس ار تي لما بيجي يطلع
جاب لي ايه؟ جاب لي 3 قيم. القيم دي افتراضيا من ويندوز بتبقى 3 مرات. في لينكس انا ممكن اغيرها. في لينكس بغيرها ازاي؟ انا مثلا ممكن اجي هنا، خلينا في الصفحه فوق هنا كده، بكتب داش كيو سبيس مثلا 1 او سبيس 10 مثلا، وبالتالي الواحد هيجيب لي نتيجه واحده هنا، تمام. ولو 10 هيجيب لي 1 2 3 4 10، تمام. الكوماند فوق على اليمين اهو، تمام. طيب ده في لينكس بس، انما ويندوز للاسف باي ديفولت 3 وما بقدرش اغير فيه. طيب ما فيش مشكله. دلوقتي ايه السيكونس نمبر ده والاي دي؟ اولا انا التريس ار تي باي ديفولت بيطلع 3 باكيت لنفس الكوماند، يعني من الاخر كانه بيجي بيعمل بينج على جوجل دوت كوم دي 3 مرات. خلاص انا هو مش بيعمل بينج، هو بيستخدم البروتوكول بتاع الاي سي ام بي، بس انا بوضحها بالبينج. هو بيبعت 3 مرات ريكوست بالاي سي ام بي على جوجل، تمام. بالايه بالداش اي واحد. يعني خلينا نعمل كده. طبعا احنا ممكن نعمل ريم كده عشان ما يعملش حاجه. طيب يعني من الاخر كانه بيبعت اي سي ام بي. طبعا انا مش هقدر اكتب اي سي ام بي هنا، تمام، بس انا هوضح لكم الفكره. ان هو بيجي يعمل ايه؟ يعمل، خلينا نعمل كده عشان ما ينفذش الكوماند. هيجي نعمل بينج، تمام. هو بالظبط كده تيريس ار تي بيعمل بينج على جوجل دوت كوم، ماشي، داش اي بواحد. هو بعد كده باكت، وبيعملها كمان مره بواحد، ويعملها كمان مره بواحد، تمام. هو بيعمل كده بجد حرفيا. وبالتالي بيجي له ايه؟ بيجي له 3 ردود. طب انا دلوقتي بعت الباكت دي والباكت دي والباكت دي، اهو ده بقى يهمني السيكونس هنا والاي دي، تمام. طيب ليه؟ علشان خاطر اقدر احدد. شايفين الرساله دي جات لي امتى؟ بعد ثانيه، ودي ما لحقتش تجيلي عشان انا اعمل الايه السرعه. مفيش مشكله. ودهيت 43 ملي سكند. طيب هل هنا فادتني في ايه؟ فادتني، شايفين اللي هنا؟ بلاش، شايفين رقم 3 دي؟ ايه اللي حصل؟ هنا السيكونس نمبر انا بعد دي بسيكونس، ودي بسيكونس اللي بعدها، ودي السيكونس اللي بعدها، ودي باي دي، ودي باي دي، ودي باي دي. انا الرساله الثانيه جات لي، والثالثه بعديها جات لي، وبعد كده الاولى كانت متعطله في السكه. فاهمين؟ يعني دي معناها ايه؟ ده معناه ان ممكن ده يكون جالي من طريق، وده جالي من طريق اسرع، وده بعديها جالي من طريق اسرع. انا لو ما كنتش حاطط سيكونس، انا كان الطبيعي اللي انا بعته الاول هيوصلني الاول، واللي انا بعته الثاني هيوصلني الثاني، والثالث هيوصلني الثالث، وهكذا بقى لو مزود عن كده مثلا في لينكس. انما اللي حاصل ان السيكونس نمبر قال لي ان اول رساله خدت طريق شكله مختلف، اتعطلت في السكه لسبب ما، تمام. هنا الثانيه جت اسرع والثالثه جت اسرع. هي دي الميزه بتاعه الاي دي والسيكونس نمبر، ان انا اشوف الثلاثه باكيتس اللي انا بعتهم هنا كده فوق على اليمين وصلهم امتى، او ترتيبهم عامل ازاي. جميل. هنلاقي هنا برضو نفس الكلام بالظبط. هنا الاولى وصلت في الاخر او متاخره عن الثانيه والثالثه، تمام. هنا برضو هنلاقي ان دهيت وصلت متاخره عن الثانيه والثالثه، تمام. طيب وهنا هنلاقي الاولى وصلت، بعد كده الثانيه وصلت قبل الثالثه، تمام. طيب طيب يبقى دلوقتي الاي سي ام بي تريس ار تي بيبعت 3 ريكوست اي سي ام بي بنفس الكلام كده بالظبط. جه 3 ردود، علشان خاطر الهدف من ده ان احنا ايه؟ نحسب متوسط تقريبا، يعني نجمعهم ونقسم على 3. يعني دي مثلا 1 زائد، خلينا نقول دي ما جاتش و43، والمفروض نقسمهم على 3 نشوف متوسط قد ايه. بلاش ديت 11 و4 و5 يعني 9 تقريبا، 20 على 3 فيها مثلا نقول 7 الحته يعني، تمام. طيب هنا كده تريس ار تي بعت اول مره بداش اي بيساوي 1، بعد كده بيبعت مرتين سوري 3 مرات برضو ب2، يجي له الرد ده. هنا طبعا كان محتاج وقت شويه عشان يجي رد، بس مفيش مشكله، احنا فهمنا الفكره دلوقتي. يبقى تريس ار تي بيكون بطيء ليه؟ يبقى ان هو بيبعت اولا 3 اي سي ام بي ريكوست باي بيساوي 1، بعد كده بيبعت بينج داش اي بيساوي 2، بعد كده يبعت بثلاثه 3 مرات 3، وهكذا. هو ده التريس ار تي. طيب دلوقتي الرساله اللي بتيجي من داش اي بيساوي 1 و2 و3 دي، احنا قلنا لما حطينا هنا بواحد، تمام، قال ايه؟ قال تايم تو ليف اكسبايرد ان ترانزيت لما كانت بواحد، وبعد كده تايم تو ليف اكسبايرد ان ترانزيت لما كانت باتنين. طيب احنا كنا قلنا هنا فوق هنا ايه؟ ان الار واحد هو اللي رد عليا لما كان الاي بيساوي 1. تايم تو ليف اهوت كنا حاطينه بواحد، وهنا الار هو بتاع الراوتر بتاع البيت هو اللي رد عليا، اللي هو ايه؟ اللي هو فوق كده على الشمال، الراوتر ده هو ده اللي رد عليا بالتايم تو ليف لما كانت الاي بتساوي 1. قال لي والله انا اللي عملت لك ايه؟ اكسبايرد ان ترانزيت تحت اهوت على الشمال، انا اللي بعت لك الرساله بتاعت الايه؟ اكسبايرد ان ترانزيت.
طيب هنفهم من هنا كده ايه ان الداش بتساوي 2، ولما قال لي اكسبايرد ان ترانزيت يبقى النقطه الثانيه اللي هي ريكوست تايمد اوت دهيت هي اللي حصلت معايا. تمام، خلينا نعيد الكوماند ده مره ثانيه. تمام، عشان نشوف الايه. انا حلو ان هو رد عليا اهوت، جميل، وقال لي ايه، وقال لي مفيش، وبعد كده 9 9. طب ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان انا الراوتر بتاع البيت، يعني سريعا كده برضو عشان نبقى واخدين بالنا، الراوتر بتاع البيت جات له الباكت التايم تو ليف بتساوي 1، سوري بتساوي 2 المره دي. احنا بقى تحت على الشمال اهوت عاملينها ب2. تمام. طيب هنيجي نعمل هنا ايه، الراوتر ده هيطلعها التايم تو ليف بتساوي 1. صح، هي 2 وطلعها ب1. هيجي الراوتر الثاني ده اللي هو مثلا الاي سي بي عندي، اللي هو ايه فوق على الشمال، اللي هو ده، جميل، هو ده، هيلاقي الباكت بواحد، هيجي يطلعها بعد ما ياخد الواحد بتاعه، هيلاقي التايم تو ليف بيساوي 0، صح؟ هيقول له بس وقف عندك. يبقى اول مره دهيت كان اول مره كان الراوتر بتاع البيت عندي اللي هو 192.168.1.1 هو اللي بعت الايه، الرساله بتاعت الايه التايم تو ليف اكسبايرد ان ترانزيت. زي بالظبط ايه يعني اكسبايرد ان ترانزيت، زي بالظبط اللي واخد طياره ورايح المكان الفلاني الفلاني، بس بدل ما ياخدها دايركت انت عديت على ترانزيت في السكه، هي دي ترانزيت، انت وقعت في النص. تمام. طيب يبقى هنا الرساله اتبعتت 1 2 3، اترد عليها من الار 1 اول مره اكسبايرد ان ترانزيت، بعد كده 1 2 3، وبعد كده اترد عليها اكسبايرد ان ترانزيت، تمام. طيب هنا بيقول له ايه، هيقول له نفس الكلام، والله انت هيعرف عن نفسه في الاي بي هيدر، هيقول له انا فلان الفلاني السورس اي بي ادرس بتاعي، ورايح لفلان الفلاني اللي هو انت، وخدت جزء من الباكت بتاعتك الاصليه اللي هي خدت جزء اللي هي 28 20 بقول فيها والله جزء انت حضرتك فلان الفلاني مره ثانيه، وان انت كنت رايح للديستنيشن اللي هي جوجل مثلا، بس للاسف انا ما قدرتش اعديك علشان خاطر ايه، علشان خاطر انت معكش رصيد كافي تايم تو ليف ان انت تعدي. وهنا زي ما قلنا في سيكونس واي دي عشان خاطر اقدر اعرف الايه، زي الخطوه رقم 2 فوق كده على الشمال، اقدر احدد الباكت الاولى جت امتى، والثانيه جت امتى، والثالثه جت امتى، وطبعا بجمعهم واقسمهم على 3 علشان خاطر اشوف سرعه الاستجابه وسرعه الطريق عامل ازاي. طيب دي بس كده كانت ودي طبعا بقى ايه بتحصل مع الراوتر الاولاني والثاني والثالث وهكذا. لو كده فوق على اليمين هنيجي نشوف هنا كده بالظبط بيحصل 1 2 3، وبعد كده حصلت مع اي رقم 1 3 مرات، وبعد كده 2 3 مرات 3 مرات، يعني تخيل بقى ان هي حصلت 3 مرات مع 8 خطوات لغايه ما السيرفر يرد عليا. يعني 3 في 8 بيساوي كام؟ 3 في 8 ب 24، يعني التريس ار تي بعت 8 3 في 8 ب 24، يعني 24 باكت اتبعتت لكل المسار كله، قصدي المسار كله، بس 3 لكل هب. جميل. طيب احنا قلنا دلوقتي ان التريس ار تي بيعتمد على الاي سي ام بي ايرور مسج. طب هل الجهاز بتاعي لما بيجي له بقى رساله من سواء اللي هي الاكسبايرد ديت من الار 1 او الار 2 هل بيرد عليها؟ طيب الرساله اللي بيترد عليها في خلال الاي سي ام بي من خلال بروتوكول اي سي ام بي هي الاي سي ام بي ايكو ريكوست فقط. يعني لما الجهاز عندي بيبعت اي سي ام بي ريكوست زي البينج مثلا، بيجي له ريبلاي من الايه من الراوتر اللي انا ببنج عليه او من السيرفر اللي انا ببنج عليه. جميل. انما لما انا ببعت رساله ايكو ريكوست من خلال التريس ار تي، الرساله ما راحتش اساسا للايه، للتارجت بتاعي، ما راحتش للسيرفر اللي انا ببنج عليه، وبالتالي الرساله اللي بتجيلي من النص دي رساله ايرور مسج، اي سي ام بي ايرور مسج، فيها هيدر وفوتر وكل حاجه، بس الفكره ان الايرور مسج دي ما بيتردش عليها، لان لو كل رساله هيترد عليها، يعني كنت زماني بقى كان زمان الاي سي ام بي هيرد على الرساله الريكوست وعلى الريكوست تايمد اوت وعلى الديستنيشن هوست ان ريتشابل وعلى ايرور مسج وعلى اي رساله ثانيه، وبالتالي كانت الدنيا هتبوظ، هيبقى ما فيش نت بقى، الدنيا هتكون واقعه. لا، وبالتالي الرساله اللي بيترد عليها هي الايه الاي سي ام بي ايكو ريكوست. غير كده زي ما قلنا ريكوست تايمد اوت ديستنيشن هوست ولا ايرور مسج ما بيتردش عليه. وتاني التريس ار تي بيعتمد على ان هو بيحلل الرسائل الايرور مسج اللي بتيجي من كل
تايم تو ليف اكسبايرد ان ترانزيت، علشان خاطر يشوف ان ده يقول ده جالي لما حطيت اي بيساوي واحد، ده كان الهب الاولاني، وهو ده اللي عمل ده اللي انا الهب الاولاني اللي انا بعدي عليه. ويسجله عندي ويطلعه لي هنا قدامي علشان اشوفه. هو بيحلل الرسائل اللي هو دي يعني هو عارف النقطه دي كده من خلال ايه؟ من خلال ايرور مسج، اي سي ام بي ايرور مسج وصلته لما حط الاي بيساوي واحد، والرساله الثانيه دي وصلته من بعد ما حلل الرساله الاي سي ام بي الاي سي ام بي ايرور مسج اللي وصلته لما حط الاي بتساوي 2. دي كانت اي بتساوي واحد، هنا كانت الاي بتساوي 2، هنا الاي بتساوي 3، وهكذا. وخلينا نراجع مرة أخيرة ليه بيكون التايم تو ليف بيكون بطيء. علشان خاطر هو بيعتمد إن هو بيبعت 3 مرات ريكوستات لما تكون الاي بتساوي واحد، 3 مرات بيبعت، وبيعتمد على إن هو بيحلل الرسائل اللي بتجيله في كل طلب هو بيبعته. ده زائد ان الويتنج لو هنقول مثلا اللي هو باي ديفولت بيكون 4 ثواني، يعني يعني هنا السطر ده 3 في 4 ب 12، يعني ممكن يستنى لغايه 12 ثانيه تقريبا علشان خاطر يوصل له رد، ده اذا ما جالوش رد. انما في حاله اللي بيجي له رد بيجي له رد سريع، بدليل ان احنا حطينا دهيت الداش دبليو عشان يبقى سريع ب 100، وبالتالي انا وصلني الرد بسرعه. انما بقى المشكله لما بيكون لما بيكون هيجي لي اسرس كتير كده في السكه، وبالتالي ديت مثلا لوحدها ممكن يستنى فيها باي ديفولت 4 ثواني علشان خاطر بس يتاكد. انا هنا حاطط له 100 ملي سكند، ما جالكش حاجه حطها اسرس مفيش مشكله. هنا نفس الكلام تمام. طيب الداش دي دهيت قلنا علشان خاطر يمنع الريزولف بتاع كل اي بي ادرس هنا، علشان خاطر يبقى دي لوحدها كوماند بيسرع الدنيا جامد جدا. قلنا ان دي اقصى حاجه بتكون 205 من 1 ل 255، ما بتزيدش عن 255. وهنا بستخدم الاي بي فيرجن 4، وان هو بيبعت 3 مرات اي سي ام بي مسج خلال الهاب كله لغايه ما يوصل للتارجت النهائي لما بيرد عليه. هو هنا هنلاحظ ان ده اللي رد عليه تريس كومبليت، هو ده تريس كومبليت ولا ده المفروض يكون جوجل؟ خلينا نشوف كده. هو 142 اعتقد جوجل بالظبط، مش جوجل 240 صح، 200 او 250. يعني حتى الرساله الاخيره هو بعت لجوجل ذات نفسه، المفروض ان جوجل رد عليا، لا بس هو برده بيبعت له 3 مرات. ليه؟ برضه بيتاكد ان الرساله وصلته، وبيشوف الاستابيليتي بتاعت الخط قد ايه والكلام ده. وهنا حتى نيجي نشوف اللي فاتت هنلاقي الرساله الثانيه وصلته متاخر، رغم ان انا كاتب 100 بس هي كاتب لي هنا 108، بس ما في يعني ما خدتش بالي منها الصراحه، بس مفيش مشكله. المهم ان هو الرساله الثانيه جت متاخر عن الرساله الثالثه، وده ميزه ان يكون عندك السيكونس والاي دي زي ما اتكلمنا. وفي النهايه يعني اتمنى دعمكم والاشتراك ودعوتكم.